انا جايه النهارده بقى اقول لكم على وصفه الكراميل، صوص الكراميل اللي معتمداه عندي بقالها اكتر من سنتين. تحفه قوي في الحشوات، تحفه قوي في عمل القباط. يعني انا معتمداها حلوه قوي، طريقتها سهله. يلا بينا نشوف مع بعض المكونات ايه هي. انا حطيت هنا كوبايه من السكر، عليه معلقتين من الميه عشان ما يتحرقش معايا، هيتكرمل زي ما هتشوفوا كده معايا. هبتدي بقى ايه انزل عليه بباقي المكونات. الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هنزل طريقه عمل الكب كيك محشي صوص الكراميل اللي انا مجهزاه معاكم. ده طعمه ادمان وتحفه للكبار وللصغيرين، حلو قوي. انا بعمله لابني وبحطه كده ماما كيكه اروح جايه مديها له، تحفه بامانه، احسن من الحاجات الجاهزه اللي بره. كده بعد ما هيبتدي اهو زي ما انتم شايفين ابتدى يتكرمل، وفي حتت هبتدي استنى لحد لما تدوب تماما. اهم حاجه تدوب تماما، كل المكونات تدوب معايا تمام. وبعد كده هبتدي اضيف نص كوبايه من الميه، ميه عاديه جدا. ويعني ملحوظه معلش، كنت ضفتي المعلقه من الزبده قبل ما تضيف الميه، بس انا اتلخبطت وضفت الميه الاول. ضيف الزبده وبعد كده الميه، لما الزبده تسيح تضيف الميه. انا هنا يعني ايه كنت اتلخبطت وعملتها العكس. زي ما انتم مفيش اي مشكله. هنبتدي بقى هوريك هنعمل ايه مع بعض. حتى لو حسيتي ان اللبن قطع معاكي زي ما هتشوفي معايا، هتضربيها بالهاند بلندر هترجع طبيعي جدا وحلوه خالص، وهيبقى ناعم زي ما شفتيه في اول الفيديو. الزبده بتاعتي تسيح، مكعب زبده حلو كده. هبتدي انزل بنص كوبايه من اللبن، عليها معلقتين نشا متدوبين، وهبتدي اعملهم يعني بالمعلقه كده او بالمضرب اليدوي. ان عندك، ما عندكيش مفيش مشكله. هيبتدي كده تحسي ان هو خرز معاكي او كتل او كده، مفيش اي مشكله، ما تخافيش ما تقلقيش، الوصفه ما باظتش ولا اي حاجه. هتبداي تضربيها بالهاند بلندر او في الخلاط، سيبيه يهدى شويه وتضربيه في الخلاط وتنزلي بيه في الطاسه تاني، تديله تقلبتين كده على النار لحد ما يتقل وتقدميه زي ما هتشوفوا كده معايا. يا جماعه صدقوني صوص خطير، انا بعمل بيه اي طواجن او تحشي بيه ترط. ده شكله النهائي، شايفين تقيل وحلو خالص ازاي. اما يبرد هيتقل معاكي كمان. استنوا الوصفة الجاية، هنعمل كب كيك مع بعض وهنحشي بيه الكراميل ده، هيبقى طعمه خطير وهتشوفيه معايا في الفيديو. كده الوصفة بتاعتنا انتهت. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي لي رايكم في الكومنتات ايه. ولو لسه مشتركتيش في القناة تشتركي وتعملي لايك، ده بيساعدني جدا. استنوني بقى الفيديو الجاي في فيديو كب كيك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.